العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح أن سلاح المقاومة في قطاع غزة من إيران وأن سوريا إحدى محطاته. وأكد شلح في حوار خاص مع الميادين أن حزب الله شريك في المعركة ضد إسرائيل. هناك مصدر أساسي لدعم المقاومة وهذا ليس سرا، وأنا تحدثت عنه قبل أيام. الداعم الأكبر لنا على مستوى المدد بهذا السلاح كان الجمهورية الإسلامية في إيران. حزب الله بالنسبة لنا في هذه المعركة هو شريك، بمعنى هو طرف في المقاومة، لأن معسكر المقاومة ضد إسرائيل في المنطقة عناوينه معروفة. هناك حماس والجهاد وحزب الله وبقية الفصائل الفلسطينية. حزب الله في قلب هذه المعركة اليوم، هي موجودة جغرافيا على أرض فلسطين، لكن إيقاع هذا القتال تفاصيله، معانيه، مدلولاته، دروسه كلها حزب الله معني بها، لأن حزب الله مقاوم.